السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أصدقائي الكرام. اليوم سوف أروي لكم عن قصة من قصص الأنبياء، وهي قصة نبي الله عزير عليه السلام. كان نبي الله عزير عليه السلام في ذلك الزمان، وكانت بنو إسرائيل في فلسطين تعيش حياة صعبة. وكان في ذلك العهد ملك ظالم يدعى بخت نصر، وهو من الملوك الجبابرة الذين طغوا في الأرض. وفي ذلك كان يحرق كل التوراة، كتب التوراة في ذلك الزمان كانت تحرق. وكان لا يريد، وكان الناس يريد أن يكون هو إلههم ويعبدوه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. وفي ذلك أرسل الله نبيه عزير إلى تلك القرية، وهو كان يعيش في تلك القرية. وبعدها كان هناك 3 رجال يقولون: يا اللهم يا ربنا لا تنزل علينا سخطك وغضبك. وذهبوا إلى نبي الله عزير، وفي ذلك قالوا له: يا عزير، لقد عانينا كثيرا مع ذلك الملك الظالم الذي يدعى بخت نصر. فقال لهم عن ذلك. فكان نبي الله عزير قد أخفى كتابا من التوراة في مكان سري لا يعرفه أحد، وذهب إلى مكان لقد ذهب إلى مكان قرية مهجورة كانت كلها عظام، كلها عظام، ليس فيها ما فيها شيء. ويقول: ألا يحيي الله هذه القرية بعد موتها؟ فأماته الله فقبض الملك جبريل روحه، فغطى في نوم عميق. فسبحان الله، فأماته الله 100 عام. أنت تصدق؟ أماته الله 100 عام. فعندما استيقظ رأى أن حماره الذي كان هيكلا عظميا قد رجع إلى ما كان عليه. فكذلك نجعل العظام ونكسوها لحما. وذلك عندما استيقظ رأى حماره. فعندما ذهب إلى قريته وجد أن كبارها قد تحولوا قد أصبحوا كبار السن. فقد وجد أن خادمته قد أصبحت عجوزا، وأصبحت لا ترى أي شيء. وفي ذلك فقال لهم: كيف أصبحتم هكذا؟ لقد نمت البارحة والآن استيقظت ورأيت كل هذا، فكيف؟ فقالوا له: نحن نبحث عنك منذ 100 عام، فأين كنت؟ فسبحان الله، فقد أماته الله 100 عام. فجلس عزير مع رجال قريته فأراهم التوراة. فأصبح منذ ذلك أصبح اليهود يقدسون عزيرا ويقولون أن عزير ابن الله، وذلك من كفرهم وشركهم، لعنهم الله. والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم في أمانة الله بخيره وحفظه، وألقاكم في قصة جديدة. صافحتكم السلامة.